شوفوا اليوم الذكاء الاصطناعي وصل لمرحلة خطيرة جدا. مجرد انه يكون عندك صورة للشخص وفيديو لك، تركب صورة الشخص على الفيديو مالتك ويكون هو المتحدث، طبعا بصوتك انت. اكو برامج تخليك تغير حتى نبرة الصوت، لكن هذا الموقع مجاني. هسه راح اراويك شلون تسويه اونلاين. طبعا لا يحتاج تنزل برنامج ولا تطبيق ولا تدفع دينار او دولار واحد. خل اراويكم طريقة. اول شغلة نفتح هذا الموقع اللي هو موجود بشرح الفيديو. كل اللي تحتاجه تفتح هذا الموقع وتدوس هنا كونكت، راح يربط بسي بي يو ويربط بجي بي يو، يعني يربط بكمبيوتر وكارت شاشه مخزن على ذني السيرفرات اللي هم يستعملوها. بعد ما ربط ندوس ذني الخطوط وندوس هنا بلاي، ندوس رون اني واي. هسه راح يربط بالسيرفرات اللي عندهم، راح يربط بالكارت الشاشه وراح يربط بالسي بي يو. من بعد ما سوى كونكت ننزل جوا ونسوي البلاي على الداونلود مود. بس تدوس بلاي ونفس الشيء راح يربط للسيرفرات. صارت علامة صح. ننزل هسه نربط بالجي بي يو سيبورت نفس الطريقة. هم ندوس بلاي راح يربط بالسيرفرات الموجودة. اي وارنينج يطلع لكم او اي علامة تحذير ما لكم علاقة بها، هاي تطلع عادي، بس راح يشتغل وياكم. مرات يتعطل حسب سرعة الانترنت اللي عندك، فانتظر راح يشتغل. من بعد ما طلعت علامة الصح هنا تروح على ايقونة الملف، بعدين هنا تدوس رفع وترفع الفيديو اللي تريد تركب عليه الصورة. تدوس اوبن اوكي وتنتظر لحد ما يحمل الفيديو. من بعدها تختار صورة الشخصية، مثلا احنا راح نختار هاي الصورة وهم ننتظر لحد ما ترفع. طبعا اهم شيء على مود يشتغل عندكم لازم اسم الملف، ملف الفيديو، ملف الصورة ما بي لا فاصلة ولا بي اندرسكور ولا بي ارقام، لازم تكون مجرد احرف ومتلاصقة، يعني ما يكون بيها مسافات. يلا يشتغل عندكم. اول شغلة ناخذ رابط الفيديو، نسوي رايت كليك كوبي باث، وهنا نروح نسوي كنترول في لصق، فصار عندنا هنا التارجت كونتنت فيديو اللي يعني هو اسم الملف مال الفيديو مالتكم. والصورة اللي نريد نستخدمها ندوس هنا رايت كليك كوبي باث ونسوي هنا على السورس نخلي رابط الصورة. هنا راح يكون اسم الملف اللي انت راح تخرجه بالفيديو اللي يكون بصورة الشخصية اللي انت مختارها. هسه دسنا بلاي فهو راح يسوي لك هذا البروسيس كلها، يعني راح يبدي يحول لك الفيديو بصورة الشخصية اللي انت مختارها. طبعا بعض الاحيان ياخذ وقت طويل حسب الصورة وحسب طول الفيديو، لكن هو ما يتأخر اكثر من 3-4 الى 5 دقائق. حلو، هاي 3-4 الى 5 دقائق، يعني انت خليه يشتغل بين ما يخلص راح يقول لك فيديو اكسبورت سكسس او فد شيء. راح اراويك شيء يكتب لك بعدين من يخلص. طبعا جربت انا من اتصور ب 30 فريم ينطيك احسن نتيجة، والمدة اذا ما صارت اكثر من دقيقتين الى 3 دقائق هم ينطيك احسن مدة. من تكون طول الفيديو اكثر راح يقوم يخربط. بما هو يكمل اذا ما لقيت الرابط بالشرح راح تلقيه على القناة اللي موجودة على الانستغرام، يعني تدخل على الانستغرام موجودة القناة مالتي، هناك راح تلقى رابط الموقع اللي عن طريقه تقدر تغير الوجه بالشخصية المعروفة. المهم حاليا هسه وصل هو الى 16%. هسه وصلنا الى اخر مرحلة ومكتوب processing to video succeed، يعني هسه الفيديو انتهى وخلاص وخرجه. فهنا تسوي رايت كليك ريفرش، هذا السوايب تسوي رايت كليك والداونلود راح يحمل لك الفيديو للكمبيوتر مالتك ونشوف النتيجة سوا. طبعا هذا الفيديو اللي سويناه حاليا، هاي الشخصية اللي هسه حولناها عن طريق هذا الموقع ومجانا. طبعا لا يحتاج تحمل لا تطبيق ولا برنامج على الكمبيوتر ولا تسوي اي اشتراك، مجرد انه تدخل على الموقع وتسوي الخطوات مثل ما راويتكم. عرفتوا منو هاي الشخصية؟ كتبوا لي بالتعليقات. واني علي عبد الله وتحياتي. لا تنسى تشترك بالقناة وتتابعني على الانستغرام. في مان الله.